من الذي سيمثل محافظات سويدة، الرقة، الحسكة في البرلمان السوري القادم؟ ومن سيختارهم؟ سيمثلهم مواطنين سوريين منتمين إلى هذه المناطق، تقوم باستحداث اقتراع غير مباشر. يعني آليات الانتخاب واضحة. نحن لا نستطيع إجراء انتخابات حرة شعبية كاملة في سوريا الآن، لأننا في بداية زفرات للولادة المجتمع السوري وولادة المجتمع الانتخابي السوري. لا يوجد مجتمع في العالم ينطلق إلى الانتخاب الكامل والحر خلال 8 أشهر. هذا لم يسبق له مثيل حتى في التاريخ السياسي لجميع دول العالم. هذه المسارات هي مسارات ذات طابع زمني طويل وإصلاح تدرجي، ويبدأ من نقاط جزئية باقتراع غير مباشر، ثم عندما ينضج الخطاب الوطني وتتوحد الجغرافيا ونصبح نتحدث عن سوريا لا عن المكون، نصبح نتحدث عن البعد السوري الجامع لا عن المكون الطائفي. ماذا يريد المكون الطائفي؟ ماذا يريد أنا كسوري؟ عندما نصل إلى هذه الحالة حينئذ وعندئذ نستطيع الحديث عن انتخاب كامل ومباشر. هل الرئيس هو من سيختار الممثلين؟ لا، الرئيس لن يختارهم إلا إذا كان هناك حالة طارئة جدا، ولكن ستبقى مقاعدهم شاغرة حتى تتاح الظروف لأن يمثلوا بشكل كامل. ربما المسار التفاوضي مع قسد يفضي إلى نتائج إيجابية في الفترة القادمة عبر الوساطات الدولية.